العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء مستهلة إياها بالعناوين. برنامج مول للقروض المصقرة يعلن إعادة 89% من الدين. صيانة طريق مصوع مرسى بلبوبة الترابي. تقييم برامج تطوير القدرات النسائية في إقليم جنوب البحر الأحمر. عشرات القتلى في هجومين منفصلين ببوركينا فاسو استهدفا مدنيين وعسكريين. ستولتنبرغ يشيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي. قتلى باستمرار السيول في نيوزيلندا. مرحبا بكم. أعلن برنامج مول للقروض المصقرة والادخار في الإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي المنعقد في 31 من يناير المنصرم على إعادة 89% من أصل 27 مليون نقفة وزعت بشكل قروض. وقال مسؤول الفرع السيد الرفيق يوهانس في التقرير الذي قدمه أنهم يبذلون الجهود للدفع بالإنتاجية في المناطق البعيدة عن البنوك الرسمية، حيث يقدمون الخدمات الاقتراضية ل 2385 زبون، منهم 62% من الإناث. كما زادت نسبة البنوك الأهلية في العام 2022 ب9%، وأعداد الزبائن ب7%، وجمع القروض ب21%، وانتشار القرض ب3%، فيما يستفيد 48% من المقترضين في المصالح الزراعية. وفي الختام أوضح أهم البرامج المستقبلية للفرع من ضمنها العمل الدؤوب لاستعادة القروض التي لم تسترد في الوقت المناسب، وتنمية القروض الموزعة من حيث الكمية، وتنمية وحفظ البنوك الأهلية القديمة، وكذلك القيام بتنظيم ورش عمل في مديريتي مايعيني وتورونة. وناشد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتابتس فاطيون بعد أن أشاد بجهود المؤسسات المالية لتحسين حياة المواطنين المعيشية، مناشدا التركيز على القروض المقدمة، مؤكدا وقوف إدارته إلى جانبهم من أجل إنجاح الجهد الجاري من قصور ونواقص. وقدم المشاركون بدورهم آراء ومقترحات بناءة، من ضمنها منح اهتماما أكبر لتبادل الأفكار، وكذلك إيجاد آليات حلول لمسألة تغيير موظفو الحكومة التي بدورها تخلق تحديات في إعادة الدين. وقال مسؤول برنامج مول بالإنابة السيد تافلا أسموروم إن المؤسسة تدير نفسها معتمدة على ذاتها، حيث دفعت التحصيل الضريبي في العام 2020 1.7 مليون نقفة، وفي العام 2021 دفعت 3.4 مليون نقفة، وسوف تعمل جاهدة لتطوير قدرات أعضائها. يقوم مشروع الدهالو رقم 3 بصيانة طريق مصوع مرسى قلبوب الترابي البالغ طوله 56 كيلومترا. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن سكان منطقتي قلبوب ونارو أنس بالتعاون مع قيادة القوات البحرية الشمالية نظموا مأدبة قضاء للقائمين بأعمال الصيانة. وأوضح مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب في المناسبة أن صيانة الطريق يسهم بفعالية في مصلحة المواطنين. وقال قائد القيادة الشمالية للقوات البحرية المقدم يماني قبر مريم إن القيادة تعمل أو تنظم أعمال تنمية فاعلة في المنطقة بالتعاون مع إدارة مديرية أفعبت، ذاكرا أهمية مساهمة مشروع الدهالو رقم 3 في تفعيل تلك النشاطات. وشكر مسؤول مشروع الدهالو رقم 3 السيد قدي مقنن للقائمين بإعداد برنامج الامتنان والتشجيع، مؤكدا جاهزية المشروع للمساهمة في تقليل المشاكل في المنطقة. وعبر المواطنون عن ارتياحهم للمساهمة الفعالة التي يقدمها مشروع الدهالو والقيادة الشمالية للقوات البحرية، إضافة إلى أنشطة المديرية الفعالة.
قيم فرع المرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر الأنشطة المنفذة في عام 2022 لتقوية تأطيرات المرأة بتطوير قدراتها. وقالت مسؤولة الفرع السيدة سعدية إبراهيم في الاجتماع التقييمي الذي جرى في 28 من يناير إن الأنشطة المنتظمة لتوعية المرأة في كافة المديريات وكذلك لتقوية محاوراتها حققت نتائج جيدة. وأوضحت تنظيم سيمينارات لتحسين حياة المرأة وتقليل متاعب المرأة المنزلية وكذلك دورات تأهيلية وتدريبية لخلق فرص عمل ومصدر دخل في مناطقهن. ودعت المرأة لمضاعفة جهدها من أجل إنجاز المهام المنتظمة للحد من العادات الضارة الجارية بالتنسيق مع الشركاء والتي لم تحقق أي نتائج تذكر. وأكدت القيام بأعمال ترفع من قدرات المرأة المهنية تقوية تأطيرات المرأة حسب المستويات وتعزيز مساهمة المرأة في كافة المجالات. وناشدنا المشاركات للدفع بقوة للدورات التأهيلية والتدريبية الجارية لتمكين أنفسهن. دعا مسؤول وحدة التوثيق والأبحاث في فرع البيئة بإقليم عنسبة المهندس تسفى مريم جبرهيوت كافة أفراد المجتمع للمساهمة في خلق بيئة خالية من التلوث. وقال إن التلوث البيئي يشتمل على تلوث الماء والهواء والبيئة وإن أضراره السلبية ليست سهلة في التنوع الأحيائي والتغيير المناخي وتقليل طبقة الأوزون، لذلك يجب على المجتمع القيام بأعمال جادة في حماية البيئة النظيفة. وقال طالما أن البيئة هي مقر كافة المخلوقات تقع مسؤولية حمايتها على كافة المواطنين، مذكرا في الوقت ذاته للحد من العوامل المؤدية إلى تلوث البيئة خاصة مخالفات الورش والسيارات، حيث يلوث لترا واحدا من زيوت الورش 5220 برميلا من الماء، مناشدا أصحاب الورش والسيارات لتوخي الحذر وتحمل المسؤولية. وذكر أن النفايات المنزلية والمصانع والمؤسسات الصحية تعتبر من أهم العوامل الملوثة للبيئة، مشددا على تنفيذ سبل القضاء عليها بشكل مدروس. وذكر للدفع بقوة في إنجاز مهام حماية التربة وحفظ المياه بهدف استقرار انجراف تربة بلادنا التي تقدر سنويا ما بين 35 إلى 70 مليون طن، وذلك بتنظيم أنشطة نفير واسعة من أجل بناء المدرجات بشتى أنواعها. وتوضح مستندات الفرع أن عام 2022 شهد جمع وإبعاد نفايات من مستشفى غلاس العسكري وكلية حمل مالو الزراعية ومدينة كرن قدرت بحمولة 640 سيارة، بالإضافة إلى تشفيط 792 ألف لتر من الصرف الصحي. أفاد سعادة السفير عيسى أحمد عيسى بأن تنشئة الآباء أبنائهم الشباب المولودون في القربة على النظام الأكاديمي والثقافة الوطنية إلى جانب جهودهم الجبارة الجارية لمعرفة وحفظ الثقافة والتراث الوطني يسهم بفعالية في ترسيخ الوطنية. وذكر سعادته في اللقاء الذي عقده للجالية الإريترية في الخرطوم أن الجبهة الشعبية كانت تقدم خدمات التعليم للإريتريين في المدن والمعسكرات السودانية آبان الكفاح المسلح، داعيا الآباء للسعي من أجل تقوية ذلك مدركين أهميته الكبيرة. وذكر السفير عيسى أن الهدف من البرنامج هو تسليح المواطنين بالمعرفة الأكاديمية والمهنية وتحريرهم من رهينة القربة والضغوطات الناجمة عنها، مشيرا إلى ضرورة القيام بأعمال جادة للاستفادة المثلى من تلك الفرص. وقال مسؤول الشؤون الثقافية والأكاديمية الأستاذ بخرتيون هابتا ميكائيل إن الحكومة الإريترية تعمل مانحة تسليح المواطنين في القربة بالمعرفة الأكاديمية عبر تفعيل النظام التعليمي الوطني وتوريث ثقافاتهم وتاريخهم. وحفلت مراسم الافتتاح بالأناشيد والقصائد الشعرية التي قدمتها كوكبة من الطلاب. هذا وتوجد في السودان 17 مدرسة أكاديمية تقدم التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، 2 في القدارف و6 في كسلة و7 في بورسودان و2 أيضا في الخرطوم. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء العالمية.
قال حاكم إقليمي ومصدر بالجيش في بوركينا فاسو في بيانين منفصلين إنما لا يقل عن 28 شخص من الجنود والمدنيين قتلوا في هجومين شنهما مسلحون في البلاد. وقال الجيش إن وحدة قتالية في فلانغوتو بشمال البلاد قرب حدودها مع النيجر تعرضت لهجوم مما أسفر عن مقتل 10 جنود و2 من المقاتلين ضمن قوة متطوعين ومدنيين. وقال الجيش إنه تم العثور على جثث 15 مهاجما بعد الهجوم، وأضاف أنه تم العثور على جثث الضحايا التي ظهرت عليها آثار الرصاص بالقرب من قرية لينجيكورو. وتقاتل بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا وجارتها مالي والنيجر مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو بخطة اليابان زيادة إنفاقها الدفاعي بمقدار الضعف، وقال إن التعهد يعكس عزم هذا البلد على مشاركة أمنية أكبر في عالم يشهد اضطرابات. وقال يانس ستولتنبرغ متحدثا في طوكيو إن تركيز اليابان المتجدد على الأمن يجعلها أكثر من شريك من أجل السلام. وعلى مدى عقود خصصت اليابان 1% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. لكن في أواخر العام الماضي وافقت حكومة فوميو كيشيدا على استراتيجية أمنية جديدة تتضمن خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% بحلول السنة المالية 2027. أدت التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية إضافة إلى حرب أوكرانيا إلى تصاعد الدعم الشعبي لزيادة الإنفاق العسكري في اليابان. تعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة مرة أخرى، ما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 4 بعد التأكد من وفاة شخص كان في عداد المفقودين. ولا تزال أوكلاند التي تتعرض لهطول غزير للأمطار في حالة طوارئ، وهي أكبر مدينة في نيوزيلندا ويبلغ تعدادها 1.6 مليون نسمة. وأدت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت نيوزيلندا إلى حدوث انهيارات وسيول تسببت بقطع الطرقات والكهرباء. وأشارت الهيئة إلى أن هطول الأمطار بقذارة قد يتسبب في حدوث سيول وقمرة الشوارع بالمياه نتيجة عدم قدرة شبكة الصرف الصحي على تصريفها. بعد أكثر من 5 عقود على رحلتها الأولى وإنتاج 1574 نسخة منها، تطوي شركة بوينغ صفحة مهمة في مجال الطيران المدني بتوقفها عن إنتاج نسختها الشهيرة 747. وتسلم الشركة آخر نسخة منها لشركة أطلس إير، وهي طائرة متخصصة أو مخصصة للشحن في مراسم يحضرها آلاف الموظفين والزبائن والموردين السابقين والحاليين للشركة. وباتت طائرة 747 التي وصفت ملكة الأجواء أو جامبو جيت أول طائرة ذات ممرين انتهت النشرة. إليكم أهم ما جاء فيها. برنامج مول للقروض المسقرة يعلن إعادة 89% من الدين. صيانة طريق مصوع مرسى بلبوبة الترابي. تقييم برامج تطوير القدرات النسائية في إقليم جنوب البحر الأحمر. عشرات القتلى في هجومين منفصلين ببوركينا فاسو استهدفا مدنيين وعسكريين. ستولتنبرغ يشيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي. قتلى باستمرار السيول في نيوزيلندا.
انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.